السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم في فيديو النهارده عن موتوسيكل فيبوري VLR 200 CBF 2025، وهنتعرف على اهم المواصفات اللي بيقدمها للمستهلك وايه العيوب اللي تخلي بالك منها عند الشراء. ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. لكن قبل ما نبدا حابب اشكر كل اللي كتب لي تعليق ايجابي او كلمه حلوه وبيشجعني اني اكمل. بحبكم في الله، فصلي على الحبيب محمد ويلا بينا نبدا الفيديو. اولا الشكل والتصميم. الموتوسيكل بيجي بشكل رياضي عصري محترم جدا، هيعجب فئة كبيرة من الشباب، وهينفع الموتوسيكل للشغل والبيت والخروجات وهيبقى ممتاز جدا. ننتقل للموتور. الموتوسيكل بيجي بموتور بقوة 200 سي على كتينة مع حدافة اتزان لامتصاص الاهتزازات على السرعات العالية، مع منافلة تقدر تستخدمها لو حصل أي عطل في الكهرباء لا قدر الله، مع استهلاك وقود من 36 ل 38 كيلو لكل 1 لتر بنزين، وده رقم محترم جدا. الموتور صوته ناعم جدا وهادي، وده نفس الموتور بتاع الفيبوري 26، موتور معمر واعطاله قليله وموفر جدا في البنزين. ننتقل للجزء الامامي من الموتوسيكل. الموتوسيكل بيجي بجنط مقاس 17 مع كاوتش امامي مقاس 90، مع فرامل اماميه باكم ديسك وادائها كويس جدا، مع مساعدين اماميه عدله لكن قطرها محترم وهتأدي الغرض. ننتقل للاضاءه والعداد. الموتوسيكل بيجي باضاءه اماميه وخلفيه ليد بالكامل مع تصميم كشاف رياضي شكله محترم جدا. الموتوسيكل بيجي بعداد ديجيتال فيه كل القراءات اللي هتحتاجها وانت سايق الموتوسيكل، وتصميمه وشكله كويس جدا ومختلف عن الاشكال اللي نعرفها في السوق. ننتقل للجزء الخلفي من الموتوسيكل. الموتوسيكل بيجي بجنط خلفي مقاس 17 مع كاوتش مقاس 120 كويس جدا، مع 2 مساعد خلفي غاز ادائهم محترم هيساعدوك لو هتشتغل بالموتوسيكل، مع شكمان شكله رياضي كويس جدا. ننتقل لوضعية الجلوس. وضعية الجلوس كويسة جدا وبتبقى حاكم الموتوسيكل وانت سايق ومستوي ومش مكفي على الجدول. لكن في ملحوظة واحدة هقولها في الجزء بتاع العيوب. الموتوسيكل مزود بشبكة خلفية ودي ممتازة جدا بالنسبة لو هتشتغل توصيل طلبات، هتنفعك جدا وهتزود مساحة الموتوسيكل وهتدي أريحية للراكب الخلفي، مع شبكة حريمي جانبية ممتازة هتنفعك بالأخص في البيت، ومع 2 دواسة رياضية على أجناب الموتوسيكل، مع صدام أمامي بيحمي التانك والموتور من الصدمات ممتاز جدا وخاماته محترمة. ده حتى يا صديقي حطولك مقبض جانبي هينفعك لو محتاج تربط حاجة وراك، فمحتاج ايه اكتر من كده؟ دي كل المواصفات الفنية والمميزات اللي بيقدمها لك الموتوسيكل بشكل عام. ننتقل للعيوب. اول عيب وهي الفرامل الخلفية. بتيجي فرامل تيل عادية، كنا نتمنى انه ينزل بفرامل خلفية باكم كان هيبقى ممتاز جدا. تاني عيب معانا وهو كرسي الموتوسيكل. الكرسي ناشف شوية، فلو هتستخدم الموتوسيكل لفترة طويلة هيتعبك جدا، فهتحتاج تجيب كسوة او تروح لحد يظبط لك الكرسي وهيبقى تمام معاك. تالت عيب معانا إضاءة الموتوسيكل. صحيح إن إضاءة الموتوسيكل ليد، لكن الإضاءة الأمامية مش أقوى حاجة وده المعتاد، فهتحتاج تجيب لمبة أقوى علشان تشوف بشكل جيد على الطريق بالليل. دي كانت كل الملاحظات اللي حبيت إنك تكون عارفها قبل ما تشتري الموتوسيكل. الملخص والسعر. الملخص يا صديقي، لو بتفكر تشتري الموتوسيكل اشتريه وما تترددش، الموتوسيكل ممتاز جدا وبيقدم لك مواصفات محترمة مقابل السعر اللي هتشتريه بيه. وسعر الموتوسيكل في الوقت الحالي عامل 47 ل 49 ألف جنيه على حسب كل معرض. وحبيت أقول لكم انتظروا مراجعة موتوسيكل فيبوري VLM 200 CBF 2025 هتنزل إن شاء الله قريب على القناة، فاتأكد إنك مشترك في القناة عشان ما يفوتكش الفيديو لما ينزل. وبس كده، دي كانت كل حاجة في فيديو النهاردة، أتمنى يكون نال إعجابكم. ولو عندك أي استفسار أو طلب اكتب لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك. دمتم في أمان الله.